السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أحمد حمدي. في السلسلة دي إن شاء الله وفي الفيديو ده تحديدا هنتكلم مع بعض عن الكود اوبتمايزيشن، ازاي ان احنا نقدر نحسن من أداء الكود بتاعنا بدون ما نضطر ان احنا نلجأ نغير لغة البرمجة بالكامل. يعني لو حضرتك شغال ببايثون أو PHP أو روبي وبتحبهم أو حابب ان انت تكمل عليهم وحسيت ان الأداء أو البرفورمانس بتاع الكود بتاعك منخفض، المفروض الصح يعني ان انت لازم تراجع الكود بتاعك الاول، تشوف الخوارزميات المؤثره في الديلي بتاعك ده معمول لها امبلمنتيشن صح ولا لا، ولو مش معمول لها امبلمنتيشن صح تبتدي ان انت تدور على بدايل وتعمل امبلمنتيشن جديده. هناخد مثال النهارده بلغه بايثون عن السامنج الجوريثم، ازاي ان انت تقدر تجمع ارقام من حد ادنى الى حد اقصى، زي مثلا من 1 الى مليون او من 1 الى مليار. هناخد التراديشنال ابروتش وهناخد برضو النمباي ابروتش، بما ان النمباي يعني مبنيه بالاساس على فيكتورايزد اوبريشنز امبلمنتد ان سي. فالمفروض يعني ان البرفورمانس بتاع النمباي يكون مرتفع، ولكن زي ما هنشوف مع بعض النهارده لان الكومبلكسيتي بتاعت النمباي دوت سم او اوف ان فهي في الحقيقه بتزيد مع زياده حجم الانبوت للان بي دوت سم. على عكس مثلا لو عملت الكود بتاعك ببايثون وعملت امبلمنتيشن الالجوريثم الكومبلكسيتي بتاعتها او اوف 1، فمهما زاد حجم الانبوت المفروض ان الريسبونس تكون بريدكتبل وتكون ستاتيك. وده هيبقى اكبر مثال انه مش في كل الاحوال طبعا ومش في كل الاوقات، ولكن تقدر تجيب برفورمانس اعلى من بايثون عن الستاندرد امبلمنتيشنز لحاجات كتير موجوده في السي. طبعا لو عملت نفس الحاجه في السي هتدي لك برفورمانس احسن بكتير، وده هنشوفه مع بعض في فيديو لاحق ازاي ان احنا نعمل فيرذر اوبتمايزيشن لو نقلنا الكود بتاعنا مثلا لراست او لسي او لسي بلس بلس او لجو. ولكن حاليا احنا نقدر نوصل ل 78,000 بر اكس او برفورمانس جين، تمام. 78,000 من مالتبلاير لو جمعنا الارقام من 1 الى مليون باستخدام الخوارزميه ديت او عده خوارزميات الحقيقه مقارنه بالتراديشنال ابروتش. خلينا دلوقتي يا جماعه نبدا ان احنا نكتب الكود بتاع النايف كيس بتاعتنا. والنايف كيس دي باختصار يعني لما يكون عندنا سم اوف ان عايزين نرجع لسم، كل اللي هنعمله ان احنا هنعمل رينج منها يعني ونجمع من 1 ل n بلس 1. بعد كده هندخل عادي خالص في الاكسكيوشن والبرينتنج. لو عملنا حاجه زي كده دلوقتي على مثلا up to 10 أس 9، بلاش 10 أس 9، خلينا مثلا دلوقتي بنتكلم في 10,000 مثلا كده. لو جينا قلنا هنا ايه ان احنا عاوزين ننفذ تمتكن تقريبا نجليجبل تماما، يعني اللي هو ايه 3 وحيد بعد 3 اصفار من الثانيه، تمام. عيب الابروتش ده بقى ان هو لو جيت حطيت له مثلا رقم كبير، زي مثلا لو قلنا له مثلا اس 10 اس 6 مثلا اللي هو المليون، هتلاحظ على طول معايا ان اول ما بتيجي تعمل رن ان الرقم بيزيد. طبعا انا محتاج ان انا اكبر الفونت شويه الخاص بفيجوال ستوديو كود، فخليني اخلي ده 18. اعتقد كده الامور اوضح شويه. فالوقت بيزيد. لو برضو خليناه مليار مثلا على سبيل المثال وقلنا له نفذ لنا الكود ده، هتلاحظوا ان النتيجه ما تظهرش تحت على طول اصلا. بعد ما كان بياخد جزء من الثانيه نجليجبل تماما، بقى دلوقتي بياخد وقت طويل، بيزيد بزياده الارقام، فهو دلوقتي بياخد 9 ثواني ونص. طب علشان ان احنا نقدر نحل المشكله ديت، نحسن البرفورمانس بتاعها وما نخليهاش معتمده على الكود، ما نخليش الكود نفسه بتاعنا معتمد على الانبوت سايز بتاع اللي محتاج يتعمل له بروسيسنج، بحيث لو كان الانبوت سايز صغير تعمل نفس معامله لو كان الانبوت سايز كبير. ساعتها نضطر ان احنا نشوف ايه الاو كومبلكسيتي بتاعت كل الجوريثم ونبتدي ان احنا نختار واحده منها. طيب علشان نعمل حاجه زي كده هنعملها يدويا بالطريقه ديت. ده ممكن بقى تعملها بطريقه محترفه شويه، ان انت تعمل بلاتفورم بنش ماركر او الجوريثم بنش ماركر، سميه زي ما تسميه. المهم يعني هو عباره عن بايثون كلاس، والبايثون كلاس ده
ياخد مجموعه من الكولابلز او مجموعه من الخوارزميات ويبتدي ان هو يعمل لها رن في راوندز، اكتر من راوند طبعا، ويسجل النتائج بتاعتها والوقت المستخدم علشان الالجوريثم ديت يعني تخلص او تديني النتيجه، وبعد كده بيعرض لي الريزلت في شكل لطيف جدا. طبعا انا هسرع عمليه كرياتة البنش ماركر ده لان مش ده الهدف الرئيسي النهارده، ولكن انا حابب ان انا اقول لك انا بشتغل فيه ازاي لما باجي انا اعمله. اول حاجه طبعا بعمل تاتش كده، بعمل ملف خارجي خالص وبقول إن بسميه بنش مارك مثلا دوت باي. كده بقى عندي ملف اسمه بنش مارك دوت باي. انا قبل ما بعمل اي حاجه انا بكتب هنا في المنطقه اللي هي اف نيم يساوي مين ديت، تمام، بكتب فيها انا هستخدم الكلاس ده ازاي بالظبط، وبالتالي بناء عليه هروح ابنيه زي ما انا بستخدمه. فانا بكتب الاستخدام قبل ما بكتب الكلاس نفسه. ممكن اديله اسم واعمل له امبورت مثلا دلوقتي، يعني ممكن اقول له مثلا ايه على سبيل المثال from benchmark import مثلا benchmark كده يعني. طبعا يا جماعه انا لما باجي اعمل اكتب كود بالطريقه ديت، انا اول حاجه بكتب طريقه الاستخدام اللي انا عاوز استخدم بيها الكود ده. على سبيل المثال باجي اعمل اف نيم يساوي مين بالطريقه اللي حضراتكم هتشوفوها قدامكم ديت، وابتدي ان انا اعمل راننج للبنش مارك اللي انا اصلا لسه ما كريتوش، تمام. فبالتالي هعرف ايه الاوبتيمال اي بي اي بتاعتي اللي المفروض ان انا اكون كاتبها علشان تطلع لي النتائج اللي انا عاوزها. في الحاله ديت انا هكريت كلاس اسمه performance benchmark وهدي له up to 10 مليون، يجمع لي 10 مليون، والتايم اوف يونت بالملي ثانيه، وعاوزه يعمل لي 10 راوند. طبعا benchmark register method الاتريتيف سم اول حاجه اللي هو التقليدي جدا، طبعا هي مش موجوده لسه، اوكي دي مش مشكله، هي مش موجوده هنكتبها دلوقتي، بس انا بكتب الاول لما باجي اكتب الميثودز اللي انا المفروض ان انا هستخدمها قبل ما بكتب الميثودز عموما يعني، اوكي. طيب دلوقتي انا عرفت الاي بي اي بالكامل، عرفت ان انا هستخدم كلاس اسمه performance benchmark ده لسه مش موجود، وعرفت ان هو هيبقى عليه register method وبتاخد نيم للميثود وبتاخد كولابل، والكولابل ده بيبقى عباره عن ميثود طبعا لسه ما كتبتهاش، فهبتدي دلوقتي ان انا اكتبها مباشره ابتداء من اللحظه الحاليه. خلينا نطلع مثلا في اول ملف، طبعا ده الملف المين بتاعي، فانا اقول له import numpy as mp، اوكي، ده يعتبر يعني standard import. وبعدين from benchmark import performance benchmark. طب هو فين performance benchmark ده؟ ممكن ما يكونش لسه اتكريت اصلا، هنشوف دلوقتي وهنعمله سوا مع بعض ان شاء الله. طبعا اول حاجه بعمل السم اوف ان iterative. السم اوف ان iterative ديت اللي هي السم من 1 لحد الرينج ماكسيموم، وبتبقى ماشيه بإتريشن، خلاص، فما بتبقاش فيها اي اوبتمايزيشن، بتبقى او to the complexity of n، يعني كل ما زاد عدد الارقام كل ما كانت الميثود ديت inefficient، اوكي. نفس الطريقه هنستعملناها مع نمباي. نمباي بتستعمل فيكتورايزد سي اوبريشنز، يعني بتستخدم في الباك اند بتاعتها فيكتورايزد اوبريشنز مكتوبه بلغه السي، فهي بيرفورمانت عن نسخه البايثون بمراحل، ومع ذلك فهي الكومبلكسيتي بتاعتها او ان، وبالتالي فهي برضو بتاخد وقت اطول كل اما العدد بتاع الداتا او كميه الداتا اللي بنعمل لها بروسيسنج زادت. في طريقه لذيذه جدا اللي احنا بنكتبها دلوقتي اللي هي sum of n optimized chunks. ده باختصار شديد انا بحاول ان انا احط الداتا في تشانك واحد وابتدي ان انا اعالج التشانك ده مره واحده. دي طريقه قد تكون يعني مش افضل حاجه خالص، تمام، بس ممكن في المستقبل تتحسن.
في طريقه ثانيه اسمها البير وايز. البير وايز ديت البير وايز شيفت ده ان انت بتعمل بيرز من الارقام ديت، وتبتدي ان انت بدل ما تجمع الارقام مره واحده بتجمع البيرز. والمفروض ان هي O to 1 complexity 1، ودي افضل complexity موجوده. تمام. ولكن الكالكوليشنز اللي بتتم جواها بتستهلك او فيها اوفر هيد على البروسيسور، فبتاخد يبقى فيها ليتنسي اكبر. تمام. اخر حاجه واجمد حاجه هي السم اوف ان بالفورمولا. السم اوف ان بالفورمولا عموما في فورمولا كده بتقول لك ايه، لو انت عاوز تجمع اي رقمين او رقم الى رقم تاني، يعني عايز تجمع من 1 للمليون، فبيقول لك ايه، بيجيب لك الرقم الكبير اللي هو المليون. تمام. وهتضربه في مليون زائد 1. تمام. وتقسمه على 2، هيديلك بالظبط المجموع بتاع الارقام من 1 الى مليون، يعني 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5. طيب مين اللي اكتشف المعادله دي؟ ماثماتيشن انا مش عارف اسمه. طيب دي المعادله دي حتى لو لاحظتوا الامبلمنتيشن بتاعتها هي عباره عن سطر واحد بس، تتوقع ان هي تكون افضل ولا لا؟ انا شخصيا اتوقع ان هي تكون الافضل، بس بقد ايه؟ هو ده اللي احنا بنحاول نعرفه. فهنيجي ان شاء الله دلوقتي مع بعض، وهنكريت برضو البنش مارك دوت باي علشان نشوف البنش ماركينج تول بتاعتنا هتقول لنا ايه عن كل الجوريثم من الالجوريثمز ديت واحد ورا التاني. طبعا احنا دلوقتي في البنش مارك دوت باي، وعاوزين نكتب البنش ماركر بتاعنا. هنبتدي ان احنا طبعا نحط الاسم الملف كالعاده، يعني عشان نعرف احنا في انه ملف بالظبط سريعا من الهيدر بتاعه. بعد كده نبتدي نعمل الامبورت بتاعتنا فروم ديسمال امبورت ديسمال وجيت كونتكست عشان نقدر نحدد البرسيجن بتاعت الديسمال بوينتس فروم تايمينج امبورت كولابل وليست، لان احنا برضه عاوزين نكتب كود بيرفورمانت. هنجيب النيم توبل من الكولكشنز، لان الباكج اللي هي تابيوليت بتحتاجها. بالمناسبه احنا ما عملناش بيب انستول تابيوليت لحد دلوقتي، بس هنعملها في الاخر. from date time import date time و import time برضه عشان نقدر ان احنا نوزن كل الوقت المستخدم لاجراء كل عمليه. وطبعا هنحط الفورمات ستايلز الخاصه بالتيرمينال كولرز علشان يعني الشكل العام يبقى نوعا ما كويس. طبعا يا جماعه العمليه ديت بتتم دلوقتي اوتوميتد، بمعنى انا مش قاعد اكتب الكود دلوقتي قدامكم. الكود ده انا كتبته اوريدي، بس خليت في تول تكتبه، وانا دلوقتي بحاول اشرح لكم الكود اللي بيتكتب قدامكم، لان الموضوع طبعا بيستهلك وقت كبير جدا وممكن يحصل فيه اخطاء كثيره جدا. فتجنبا وحمايه الوقت حضراتكم، انا يعني على قد ما بقدر بعمل اوتوميشن للرسائل ديت. عملت اوبجكت اسمه بنش مارك ريزلت، ده من نوع نيم توبل، ده بيبقى له زي اسم كده بنش مارك ريزلت، وجواه فيلدز. الفيلدز اللي جواه الميثود وريزلت تايم تيكن والامبروفمنت. ده اللي هو بتحتاجه التابيوليت عشان تقدر ان هي ايه، والبرفورمانس بنش مارك الاثنين بيحتاجوه علشان يقدروا ان هم يعني يتراكوا عمليه الراوندز والكومبيتيتيفنس ما بين الالجوريثمز والحاجات دي. طبعا دلوقتي انا بكتب الدوك سترينج الخاصه بالانت فانكشن الخاصه بالبرفورمانس بنش مارك كلاس. هنحتاج فيها الاب تو، ده الرقم اللي احنا عايزين نعمل التست لحده. وهنحتاج التايم يونت الديفولت بتاعها سكند، بس احنا بنستخدمها بالملي سكند. وهنحتاج الراوندز، والراوندز عندنا هنا 10 بس، انت ممكن تخليها 100. احنا دلوقتي بنبتدي نعين كلاس فيلدز او كلاس بروبرتيز بناء على الانبوت اللي جاي لنا من الانت فانكشن او الكونستراكتور بتاعت البرفورمانس بنش مارك. وهنبتدي كمان ان احنا نحط الراوند ريزلتس والميثودز والافريج امبروفمنتس، هنحاول نحطها كلها بحيث ان احنا نقدر نبني البرفورمانس بنش مارك الخاص بينا. في النهايه يا جماعه الفيديو ده مش معمول علشان تتعلم ازاي تعمل برفورمانس بنش مارك تول. الفيديو ده بس عايز يوريك في النهايه اختلافات الالجوريثمز جوه لغه البرمجه الواحده ممكن توصلك ان انت تاخد performance gain قد ايه، وهنشوفه ده مع بعض ان شاء الله في نفس بعد ما نخلص كتابه البرفورمانس بنش مارك في نفس السيشن ديت يعني.
طيب احنا الاول كنا استخدمنا الريجستر ميثود كبابليك اي بي اي، ودلوقتي احنا سجلناها واستخدمنا الران ميثود. دول التو بابليك فيسنج اي بي ايز بالاضافه الى الكونستراكتور طبعا، وبالتالي دولت اللي هنكتبه الاول. لكن في كميه internal private methods كبيره جدا هي اللي بتقوم بالكالكوليشنز. البرايفت ميثودز ديت المفروض انت مالكش علاقه بيها. لما تيجي تبني الاي بي اي بتاعتك انت الاول بتكتبها على البابليك ميثودز. انترنالي انت بتبتدي تظبط الدنيا بتاعتك. يعني مثلا دلوقتي عاوز اديسبلاي ريزلتس فبكتب لها ميثود تديسبلاي ريزلتس. عاوز رايت ريزلت تو ذا فايل بعمل رايت ريزلت تو ذا فايل. الكونفنشن في بايثون ان البرايفت ميثودز بتبدا باندرسكور فبكتبها بالاندرسكور. طبعا هنعمل راوندز، نظام راوندات، فعامل فانكشن تران كل راوند. اوكي، وبدخل كل راوند احنا هنشوف ايه الميثودز الكونتست ميثودز جوه الراوند ديت، وهنبتدي ان احنا نقيس الستارت تايم بتاعها ونشوف الريزلت بتاعتها، وبعد كده نشوف اللابس تايم بتاعها بقى قد ايه ونقيس اللابس ماينس الستارت يدينا الاكشوال تايمنج بتاع التنفيذ الخاص بيها. وبكده نبقى قدرنا نعرف كل ميثود خدت قد ايه وقت علشان تنفذ اللوجيك اللي جواها. اوكي كده. وطبعا في النهايه هنضيفها للراوند ريزلتس، هنعمل ابند وهنضيفها كبنش مارك ريزلت سترونجلي تايبد اوبجكت. بعد كده هنبتدي ان احنا نقول ابند الراوند ريزلت ديت. اوكي، سيلف دوت راوند ريزلتس دوت ابند راوند ريزلتس. الراوند ريزلتس الثانيه اللي على اليمين ديت هي الكرنت راوند ريزلتس. اوكي، لكن الراوند ريزلتس اللي على مستوى الاوبجكت ديت اللي بتكيب تراك اوف ذا انتاير ريس، يعني كل الراوندات سواء 10 سواء 20 سواء 30 ما بتفرقش كتير. وممكن نسرع شويه بس يعني انا حابب اشرح الكالكوليت امبروفمنت دي باختصار. يعني هي بتحاول ان هي تعمل سورتنج لكل ريزلت ظهرت لنا وتعرضهم سورتد، وتبتدي تحسب نسبة التحسن من الأسوأ إلى الأحسن. تمام، فالأسوأ ده هو اللي هياخد البيز 1x، تمام، والأحسن هو اللي هياخد مثلا ال 5000 أو ال 10000x. وطبعا احنا هنا بنستخدم very small positive value، لأنك لو سبتها، لو كانت الاي يساوي زيرو، كانت الاي يساوي زيرو وسبتها هيبقى division by زيرو هيدي لك ايرور. اوكي، فانا دلوقتي بقول له ان التايم تيكن ده يا اما يكون result of time taken، تمام، يا اما لو القيمه دي اكبر منه لا خلينا في القيمه دي، يعني الماكس ما بين الاثنين دول. في النهايه لانه ممكن يكون الالجوريزم سريع لدرجه ان هي مسجله مثلا 9 اصفار بعد العلامه العشريه مثلا، وانا مش حابب حاجه زي كده، فبدلها مثلا 1 بعد 12 صفر، وهتفضل موجبه ما تبقاش صفر. بعد كده ببتدي اقارنها بالبريفيوس تايم تيكن واخد الماكس من كل الراوندات، وطبعا اعمل معاها نفس الحركه، وابتدي ان انا اعمل انسرشن للكرنت ريزلت جوه الراوند ريزلتس، وبعدين اخد الافريج بتاع كل ميثود، وابتدي ان انا ايه اعرضه في التوتال فينالي الخاص بيا، يعني التوتال افريج امبروفمنتس. ابتدي ان انا اعرضه في حاجه اسمها الافريج امبروفمنتس، وده فيلد موجود على الاوبجكت نفسه او البرفورمانس تراكر نفسه. خلونا بقى نسرع شويه الجزئيه ديت علشان واضح ان هي يعني ديتيلد قوي وممكن ما تفيدش ناس كتير.
طبعا يا جماعه الكود يعني خلاص، ودلوقتي محتاجين ان احنا نثبت الموديولز بتاعتنا. فهنيجي هنا بمنتهى البساطه ونقول له بيب انستول تابيوليت ونمباي بالمره. وهنحاول ان احنا نعمل رن سريع كده للكود بتاعنا ونشوف لو في اي اخطاء. بايثون 3.13 مين دوت باي اعتقد على طول زي ما حضراتكم شايفين. البرفورمانس بنش ماركر عمل 10 جولات، وفي كل جولة أظهر النتائج بتاعتها عبارة عن، أو نخلينا الأول في الملف اللي تم تصديره، بلاش التيرمينال لأن التيرمينال واضح إن هو يعني أقل شوية في الخط. ففي الجولة الأولى الريزلت كانت أهيت، الجولة الثانية بكل الوسائل أو بكل الخوارزميات اللي موجودة عندنا الريزلت كانت واحدة، فده معناه إن كلهم شغالين صح. بعد كده التايم بالملي ثانية اللي استغرقته كل حاجة. فالإتريتيف سم ديت اللي هي النايف سميشن خدت حوالي 92 ملي ثانية علشان تتنفذ، وديت كانت ال 1x او البيز لاين بتاعنا. البيز لاين اللي هو النايف ابروتش اللي هو without any optimization. رحنا لموضوع نمباي والنمباي سم. طبعا نمباي الناس هتقول لك ان هي مبنيه بلغه سي، ودي حقيقه، وبتستخدم فيكتورايز اوبريشنز، ودي حقيقه، بس هي في النهايه بتحط كله في مصفوفه واحده وبتجمعهم. فالكومبلكسيتي بتاعتها، التايم كومبلكسيتي بتاعتها او ان، وبالتالي هي قد تكون علشان الاوبتمايزيشن بتاعت السي والاوفر هيد بتاع بايثون اسرع، واسرع بنسبه كبيره اللي هي تقريبا 4 أضعاف سرعه بايثون، بس هي ما زالت مش سمارت انف. تعال بقى نشوف الاكواد بتاعت بايثون اللي هي اصلا بايثون بيور بايثون ما فيهاش اي سي، وهتأدي احسن من النمباي بكتير. حاجه زي التشانك بيست سم دي ادت 3548 مره. احسن من ايه؟ احسن من نمباي، احسن من اللي قبلها على طول. يعني دي ادت 3548 اكس من النمباي، يعني دي ادت 3548 اكس مضروبه في 4، يعني داخله تقريبا في 14000 اكس من الاتريتيف سم. يعني انت حسنت الاداء باستخدام التشانك ديت، بس تشانك بيست سامينج بنسبه حوالي 14 مره. تعالى في البير وايز، البير وايز حسنت الاداء، وطبعا كل حاجه قدامها الوقت بتاعها، حسنت الاداء بنسبه 1.92 اكس. تمام؟ ده في الجوله الاولى، كل ده احنا كل اللي بنتكلم فيه ده في الجوله الاولى، بس حسنت الاداء بنسبه 1.92 من مين؟ من اللي قبلها اللي هي اصلا كانت تعتبر 14000، يعني كانك ضربت في 2، فانت دلوقتي كانك 27000 التحسين، 27000 سرعه الاتريتيف سم. والفورميلا سم طبعا طلعت هي رقم واحد ب 1.62 اكس من ال 1.92 اكس القديمه، وبالتالي فهي تعتبر اسرع امبلمنتيشن فيهم. تقريبا خدت في المليون رقم دولت او وات ايفر اللي احنا كنا بنجمعهم 1 من الألف من الثانيه، وكل ده ببايثون. احنا لسه ما رحناش لسي، ما رحناش لزيج، ما رحناش لراست، ما عملناش نفس او الهايبر اوبتمايزيشن بقى بتاع تغيير الران تايم نفسه، او تغيير لغه البرمجه نفسها، او ان تقعد بقى تتحسود وتجيب كل يعني ملي بيرفورمانس يعني من السي بي يو مثلا بتاعك ومن الميموري بتاعتك. ولكن كل ده عباره عن ايه؟ عباره عن جولات. في كل جوله احنا بنلاحظ ان الفورمولا والبير وايز والتشانك هم المتصدرين تحت همت. ممكن في بعض الجولات تلاقي حاجات بتختلف، وممكن ما تلاقيش بتختلف، بس بوجه عام الريزلتس كلها كونسيستنت. وفي الاخر خالص هيجي يدينا حاجه اسمها الفاينل فيردكت البير ميثود افريج امبروفمنت. احنا عندنا التشانك بيزد سم ديت يا جماعه عملت لنا 2187.2020 البير وايز التشانك بيزد سم. تمام؟ النمباي سم والبير وايز سم والفورمولا سم. طبعا الارقام ديت كلها، الارقام دي كلها متلخبطه. المفروض طبعا ان الفورمولا سم تكون هي رقم واحد، وهيجي يقول لك ان هي رقم واحد
وهتبقى الافرج بتاعها فعلا، يعني لو هتاخد الافرج، لو هنقول ان هو 1.6 هتضربها في 2، خلينا نعملها دلوقتي. لو قلنا مثلا ان هي 1.6 مضروبة في 2.212 مضروبة في 218594 مضروبة في 55 مثلا، تمام. ده معناه ان احنا عملنا تحسين بنسبة 78,000 مرة سرعة الكود الأولاني. طبعا لأن أنا اللي كاتب الكود ده مش حد تاني كاتبه، فتقريبا أنا عملت غلط في الكود. كان المفروض إن أنا كان المفروض تطلع الفورمولا والبير وايز والتشانك هم توب 3، بس الظاهر إن أنا لخبطت الدنيا هنا. فيعني ما علينا، إن شاء الله يعني طلع برضو هنا غلط، مش مشكلة، بصلح الكود. بس الفكرة واضحة دلوقتي، واعتقد ان انت تقدر تاخد قرارات علمية بالطريقة ديت، ان انت تعمل بنش مارك تول، والبنش مارك تول دي تخليها تشغل كل الخوارزميات اللي قدامك، وتخلي الخوارزميات ديت تشغلها في اكتر من راوند، ما تشتغلش في راوند واحدة، وتاخد الافرج بتاع كل الراوندات ديت وتعمل سورتنج. طبعا مش هتعمل سورتنج زي ما انا عملت كده وتطلع الدنيا غلط، فيعني حاول تعمل سورتنج احسن مني شوية، تمام. اتمنى تكون الفكره واضحه، واتمنى تكون شفت قد ايه قدرت تعمل يعني امبروفمنت على حاجه بسيطه زي ديت. اتمنى اكون افدتك. بس انا حابب اشكر تشات جي بي تي شكر واجب جدا، لان من غيره ما كنتش هعمل التابيوليت. بصراحه انا كنت عاوز اعرض الريزلتس بتاعتي ديت في يعني جداول شكلها محترم كده، وقعدت بقى اعمل امبلمنتيشن كامله للموضوع، وفي الاخر لقيت شكلها مش حلو. فتشات جي بي تي مشكورا يعني قال لي لا استعمل تابلت وخلاص والدنيا تبقى تمام. فحابب اقدم له الشكر، واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.